السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف بدات نهاركم؟ كلشي مزيان. المهم هنايا غادي نشارك معكم واحد البسكويت ديال البرتقال، بنين ولذيذ وسهل سهل واحد الدرجه ما تصورش. المهم هنايا خديت واحد 3 ديال الكيسان ديال الطحين، فيهم معلقه ممسوحه ديال خماره الحلوى، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، انا زدت شويه سنيده، ونص كاس ديال عصير ديال البرتقاله، والقشور ديال البرتقال، وفاني. صافي البنات، راه تيجي ساهل وما غاديش تتبعوا منه، بنين وفي داك الطعم ديال البرتقال كيحمق. المهم دوزو الطريقه ديال التحضير. المهم هنايا ضروري راه تدير المذاق، كندير واحد قبيصه ديال الملحه. صافي، وغادي ننزل عليها بالمقادير كامله، من غير الطحين وقشور ديال البرتقال. المهم البنات هنا غادي نبدا ننزل فيها بالزيت، وغادي نزيد عليه سنيده. بالنسبه للبنات السنيده نتوما تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب نتوما شنو بغيتو، شحالي ولا ما حلاش بزاف. ايوا صافي، وغادي نزيد حتى هذاك الليمون حتى هو، وصافي وغادي نخلط كل شيء المقادير في العجانه. البنات تقدروا تديروا في العجانه ولا في المولينكس، عادي اللي عندكم متواجد، ولا حتى بيديكم غير خدموه مزيان. المهم هنا راه درت حتى الفاني، راني زدتها فانيا البنات وحده صافي تكفي. صافي هنا البنات غادي نخلط كل شيء مزيان حتى يتخلط ليا، وغادي نجيب داك الطحين اللي درت فيه معلقه صغيره ديال الخماره، وغادي ننزل عليه بداك الخليط كامل بالتدريج وانا كنخلط. المهم البنات راه بالنسبه للحجم ديال البرتقال راكم عارفين، لا كانت صغيره كانت كبيره، نتوما حقينكم ميزانكم على الطحين. تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا الطحين منه، ولا شفتوا الخليط غير شويه خرج ليكم. المهم انا الخليط راه خرج ليا بزاف، فانا زدت شويه ديال الطحين، تقريبا شي نص كاس ديال الطحين. المهم صافي هنا الخليط ديالي غادي نبدا ننزل عليه بشويه بشويه. صافي وغادي نبدا نخلط. ما كيحتاج البنات اللي كلا حتى شي حاجه، تقدروا تجمعوها غير بالريوس ديال صبعانكم، ولا بمعلقه، ولا بالخل هذا ديال الكيك شويه كيعذب. انا عذبني في حياتو وخدمت غير بيديا من بعد. فانتوما ديروا اللي عندكم متواجد، ما دلكم ما والو، غير جمعوها هكا بيديكم وصافي. وصافي انا كملت كنكب وكنخلط حتى كنشوف، حتى تنوصل للقوام اللي بغيت انايا. صافي غنبقى بحال هكا نخلط. المهم انا في الاخر راني كملت بيديا حيت عذبني. صافي البنات كما قلت لكم، كملت بيديا في الاخر حتى حصلت على القوام اللي بغيت. صافي هنا راه عصبني حيت كيبقى يدخل ليا الخليط كامل كيدخل فيه، فحيدته وكملت بيديا. المهم العجينه البنات خاصها تجيب بهذه الطريقه هذه، ما تكثروش الطحين بزاف باش ما يجيكمش البسكوي مدقص، فكيكون بحال هكا البسكوي العجينه عفوا كتكون كتلصق في اليد. فانا مع ما لابسه هاد البسوس ما كتلصقش ليا، فمن الاحسن دهنوا يديكم هكا بشويه ديال الزيت وجمعوا العجينه ديالكم. صافي باش ما بغيتو تشكلوها البنات تشكلوها اللي عندكم متواجد في الدار. انا غير كورتها بيديا كيف ما قلت لكم البنات، انا غير كورتها بحال هكا بيدي وحطيتها في اللاطه، يعني ما وجرحتها بحال هكا خديت فرشات وبقيت كندير فيها بحال هكا خطوط وصافي، ما احتاجتش ليا يعني شي حاجه. صافي البنات، كيف ما كتشوفوا راه البسكويت ديالي طايب ومحمر تبارك الله وخدلو اللي بغيت. بالنسبه للبنات الطياب ديال هذا البسكوي انا درت ليه 200 من التحت، حتى بدا كيشد فيه الطياب، نقصت عليه 180 وخليته طاب على راحته حتى خدا اللون وحتى طاب، وطلعته للفوق خدا اللون هكا الذهبي وصافي خرجته.
وراه كيجي البنات بنين. داك الطعم ديال البرتقال راه كيجي كيحمق. جربوه، راه ساهل، ما كياخذش الوقت. تقريبا خدا مني شي 6 ديال الدقائق باش وجدته وصافي. وهكا راه كيجي من الداخل. تقدموا هكا مع كاس ديال اتاي وراه كيجي واعر. غير جربوه، واللي جربته تكتب لي في التعاليق. لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ابوني ولايك وكومونتير. مع السلامه.